طيب بص، هو في خبرين لعشاق نادي الزمالك. انا مش يعني بص يا باشا، هقول لك حاجه. المسؤولين داخل نادي الزمالك قالوا ايه بقى يا معلم؟ قالوا ان مساله القيد بتاعت الفينا هتتحل طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اشترك في القناه يا صاحبي، خش اتاكد انك مشترك لو بتتفرج علينا وبتتابعنا او حتى عديت عليك. خش اشترك عشان في فيديو العاب نازل بكره، حاجه كده من بتاعت زمان، واخد بالك؟ اخيرا المونتير الحقير اللي شغال معايا بيندع، واخد بالك؟ طبعا انا بهزر، هو صديقي وصاحبي، عشان بس الناس الايه الاجهزه اللي بتتفرج يقول لك انت بتشتي. لا يا حبيبي، احنا بنهزر عادي، دي طريقه هزارنا عادي يعني. المهم عشان نكمل، يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس قفشه وحسين الشحات واحمد عبد القادر التلاته هيمضوا للزمالك في يناير. تقول لي طب عرفت منين؟ اقول لك احمد عبد القادر خلاص رجع في حسابات النادي الاهلي، كابتن وليد صلاح الدين قال له ان انت معانا وتمام. لكن انا بقول لك احمد عبد القادر يعني فاهم، مقلق برضه. انت بتتكلم في اشرف بن شرقي وتريزيجيه وبتاع ليله سودا عشان يلعب، فهو شايف انه اضمن هيروح ينافس هناك شيكو بنزا، فتمام. وانا هبقى فري برضه رايح الزمالك، فاحمد عبد القادر 90% هو هيمضي في نادي للزمالك. طيب بالنسبه لقفشه، ودي كانت المفاجاه، صاحب القضيه اللي احنا بنتذل بيها هيجي لنا. مش فاهم يعني، انا مش فاهم اصلا هتقبله ازاي. انا بحب قفشه بالمناسبه، راجل لعيب محترم، بس هتقبل اصعب جون في تاريخي لعيب اللي جابه فيها يلعب بالتيشيرت بتاعي؟ انا مش قادر يعني، مش قادر فاهم قصدي؟ واخيرا حسين الشحات، التلاتة عقودهم بتخلص السنه دي، التلاتة قريبين جدا من نادي الزمالك. انا هتقول لي متقبل مين؟ هقول لك تخيل متقبل قفشه وعبد القادر ومش متقبل الشحات. الشحات يا جماعه اهلاوي بطريقه غريبه جدا، اهلاوي بطريقه تضايقني. عارف، مشجع يضايق، فاهم؟ فانا مش هتقبله فرقتي، حتى لو مثل وبس التيشيرت انا مش هصدقه. فاهم الفكره؟ وارجع لتصريحاته ايام المقص. فانا عايز اسمع رايك انت كراجل زملكاوي، هل متقبل الثلاثي ده في الزمالك ولا لا؟ انا بالنسبه لي قفشه وعبد القادر تمام، لكن الشحات بصراحه مش هبقى متقبلها يعني، مع انه لعيب جامد. بحب اسمع رايك، ولو انت اهلاوي قول لي انت متوقع الثلاثه دول يمشوا ولا لا. سلام.